السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل وأحلى متابعين، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير وصحة جيدة. لكل عشاق المانجا، النهاردة بإذن الله هنعمل طبق تحلية بارد. ما ينفعش يا حبايبي موسم المانجا يعدي علينا من غير ما نعمل طبق حلا بارد بالمانجا. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا، هتعجبك وهتعجب أفراد أسرتك. وهنحطه في التلاجة يرطب على قلوبنا في الحر ده. طعمه خطير وهنعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا يا حبايبي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف طبق التحلية البارد ده عملناه ازاي باللون والطعم الجميل ده. بس ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة. وشكرا على كل اللي حط لي لايك واشترك لي في القناة. انتوا عارفين يا حبايبي اللايكات بترفع لي الفيديو. يلا نرفع الفيديو ده باللايكات ونشوف طبق الحلا البارد ده. طبقات من البسكوت وطبقات من المانجا، طعمه بقى جميل. يلا نقول مقاديرنا ونشوف عملناه بالطريقة السهلة البسيطة دي ازاي. اول حاجة هنا عندي مكعبات من المانجا بسم الله ما شاء الله كتيرة في السوق. نجيبها ونقطعها مكعبات عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وهنا عندي البسكوت وعندي جيلي بطعم المانجا. خلاص هي مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. اول حاجة هنمسك البسكوت بتاعنا ده هنكسره، اي نوع بسكوت انتوا حابينه هنكسره بالطريقة دي. وهنا المانجا مقطعاها مكعبات والجيلي. بعد كده الخطوة التانية هنجيب بولة هنفضي فيها كيس جيلي المانجا. الطريقة دي ممكن تعملوها بأي نوع فاكهة انتوا حابينها. هنزل عليها كوباية مية سخنة بتغلي. ليه؟ عشان الحبيبات بتاع الجيلي تدوب معايا. بعد ما قلبنا كده وحبيبات الجيلي دابت معانا، هننزل بقى بنص كوباية مية ساقعة وقلبنا كده وهنركنه على جنب بعد ما دوبنا الحبيبات بتاع الجيلي. وهنجيب بولة هنحط فيها كوباية من الكريم شانتيه المحلى. لو انت مش محلى نحط عليه معلقتين من السكر. وهنزل بنص كوباية مية متلجة جدا. وهنعمل ايه بالمضرب الكهربائي وهنضرب الكريمة مع المية المتلجة. بعد ما ضربنا الكريمة شايفينها بالطريقة دي، هنزل بالجيلي بتاعنا بعد ما برد تماما. لازم يبرد على ان لو احنا حطيناه سخن هيخلي ايه الكريمة تسيح معانا. وهنضرب كده لمدة 5 دقايق الكريمة مع الجيلي. وخلاص هو القوام بتاعنا كده عامل زي ايه الايس كريم. ونزلت بنص كوباية من المانجا البوريه. المانجا البوريه دي يا حبايبي انا مقطعة المانجا ومتلجة وضربتها في الخلاط بدون نقطة مية ولا سكر. وبعد ما ضربنا وخلاص القوام بتاعنا بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفينه كده، هنزل بقى ايه بالبسكوت بتاعنا وهنقلبه في ايه المكونات اللي احنا عملناها دي. جربوا الطريقة دي طعمها جميل جدا. وهننزل بقى بقطع المانجا وهنسيب نص القطع بتاع المانجا هقول لكم هنحتاجها في ايه. بعد ما قلبنا كل المكونات البسكوت مع الكريمة مع المانجا قطع المانجا كده، اي بولات عندك هنجيبها وهنغطيها باي كيس استرتش او اكياس تلاجة زي ما انا عملتها كده. بعد ما انا عملتها كده هنزل بقى بنص ايه المكعبات بتاع المانجا بتاعتي في قاع ايه البولة وهنسويها. الوصفة دي يا حبايبي احلى من الايس كريم ومغذية جدا
ولكل عشاق المانجا لو عملوا الطريقة دي هيحبوها جدا، وهتبقى طريقتكم المعتمدة بإذن الله. هننزل بقى بالمكونات بتاعتنا وهنملى البولات بتاعتنا بالطريقة دي. والتانية عايزة تعمليها ببولة كبيرة اعمليها حسب ذوقك بقى وحسب اختيارك. بعد كده ملينا البولات بتاعتنا بالطريقة دي، هنسويها وهنبدأ بقى نحطها في الفريزر لمدة 4 ساعات او تسيبيها ليلة كاملة. وبعد ما سيبناها هنجيب ايه بقى، هنجيب طبق وهنفضي عليها البولات دي. المانجا كتيرة يا حبايبي، يلا اعملوا الطريقة دي وبسم الله ما شاء الله تطلع معاكم ناجحة وجميلة جدا. شايفين؟ ولا اجمل ولا اروع من كده، وهتطلع معاكم بسهولة جدا. بسم الله ما شاء الله، اجمل واحلى طريقة. يلا يا حبايبي لو عجبتكم وصفاتي ما تنسانيش في اللايكات والاشتراك في القناة، وشوفوني في وصفات كتيرة، واسيبكم في رعاية الله وامن.